لو بتفكر تشتري ايفون من الايفونات دي يبقى حرفيا بترمي فلوسك في الارض، ومن ضمنهم الايفون 17 برو والبرو ماكس، لان جميع الايفونات اللي هكلمك عنها في الفيديو النهارده هي ايفونات لا تستحق الشراء تماما في 2026. فركز معايا، ولكن قبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك الفيديو، وكمان انزل اعمل سبسكرايب للقناه، اشترك في القناه عشان نوصل ل 250 الف مشترك في اقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. ويلا بينا نبدا الفيديو سريعا جدا جدا. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نتكلم ونبتدي في اي حاجه، ما تنسوش لاخواتنا ربنا ينصرهم على عدوهم، امين يا رب، وان شاء الله النصر قريب. مؤخرا ناس كتير جدا بتخش تسالني عن الايفون اكس اس ماكس والايفون اكس اس، وبصراحه وبكل صدق الايفونات دي ما ينفعش انك تفكر فيها دلوقتي لاكتر من سبب، مش لسبب واحد. اول سبب وده السبب الرئيسي ان الاجهزه دي موقوف عنها الدعم بقاله اكتر من سنتين. يعني انت بتتكلم في سنتين الجهاز واقف عنه تحديثات، فانت مش هتقدر تاخد من الجهاز ده احسن حاجه من ناحيه السوفت وير، لان زي ما قلت لك ان التحديثات ما بتوصلوش، فما فيش سوفت وير او الفيتشرز الجديده اللي بتنزل في الايفونات الجديده. تاني حاجه ان الاجهزه دي بطارياتها سيئه جدا. يمكن الاكس اس ماكس بطاريته شغاله شويه، ولكن هي مقارنه باجهزه البرو ماكس كلها اللي نزلت بعده هي اضعف بطاريه او من اضعف البطاريات اللي ممكن تستخدمها. والاكس اس العادي طبعا بطاريته سيئه جدا. فانا بصراحه ما برشحش او ما برجحش انك تفكر في الجهازين دول تمامًا، وأي جهاز قبلهم طبعًا اخرجه من الليستة، واعرف كده إن أي جهاز قبل الجهازين دول ما ينفعش تفكّر فيه ولو حتى بنسبة 1%. حد هيقول لي طب يعني اللي معاه budget قليلة شوية ما يشتريش موبايل؟ لأ، بكل بساطة لو أنت معاك budget في رينج الXS أو الXS Max أو أقل، روح اشتري موبايل أندرويد جديد هيقدم لك تجربة أفضل وأحسن، وهيوصل له تحديثات على الأقل لو شركة تعبانة هيوصل له تحديثات 3، 4 سنين. فالافضل انك تفكر في جهاز اندرويد في الرينج ده. تالت سبب ان الاجهزه دي للاسف اصبحت بطيئه وبتهنج، ما بقتش زي زمان. حد يخش يقول لي يا عم انا الجهاز معايا وشغال زي الفل، يا حبيبي ماشي ما عنديش مشكله، هو يعني الجهاز شغال معاك تمام، ولكن مقارنه بكل الاجهزه اللي نزلت بعده او حتى اللي احدث منه بسنه، فالجهاز بقى اضعف بفرق واضح، والجهاز بقى يهنج تهنيجات اكتر بكتير من الاجهزه اللي بعد كده. وكمان لو جبت جهاز اندرويد زي ما قلت لك هيقدم لك تجربه انضف واحسن منه. نخش على الجهاز اللي بعد كده وهو الايفون 11 العادي. الايفون 11 العادي انا ما برشحوش لحد دلوقتي تماما، لان بكل بساطه الجهاز ده هو اخر جهاز عادي بيجي بشاشه اي بي اس، وشاشه الاي بي اس مقارنه باي شاشه اوليد فهي شاشه اقل مستوى بكتير وفرق واضح من الشاشه الاوليد. فان انت تجيب جهاز ايفون 11 مثلا وتستخدمه والشاشه بتاعته ما تكونش افضل حاجه، ومقارنه باي جهاز اندرويد تاني في نفس الفئه السعريه هيكون شاشته احلى بكتير من الايفون 11، فبصراحه انا ما افكرش تماما في الايفون 11، وافكر في اي جهاز اندرويد هيكون افضل وهيقدم لي تجربه افضل. حتى المعالج والاداء ما بقاش الفرق واضح زي زمان. يعني مثلا زمان كنت تيجي تجيب موبايل فئه متوسطه اندرويد تلاقي ان الايفون القديم اقوى منه بفرق واضح، ولكن دلوقتي الموضوع ما بقاش كده تمامًا. الفروقات بتبقى قليلة أوي، حتى لو الأيفون أقوى بيبقى أقوى حاجات بسيطة جدًا من الموبايل اللي موجود في الفئة المتوسطة. تاني سبب طبعًا إن الأيفون 11 هو كمان واقف عنه التحديثات، وأنا ضد إن حد يشتري موبايل هيقف عنه التحديثات، لأن أنت مش جايب الموبايل لمجرد المنظر أو الشكل، أنت جايب موبايل تستمتع بيه، تستخدمه، يوصل له تحديثات، تلاقي الموبايل بيواكب التجديدات والتحديثات اللي بتحصل في عالم التكنولوجيا. فالايفون 11 انا نصيحة بلاش الجهاز ده تماما بسبب الشاشة وبسبب التحديثات، حتى لو في اسباب تانية تخليني اقول لك ما تشتريهوش، او حتى لو في اسباب تخليني اقول لك اشتريه، فالسببين دول يعني كافلين ان هم يقفلوني من الجهاز خالص. فالايفون 11 اعمل له سكيب وما تفكرش فيه تماما. في باكج كده باخدها مع بعض، مش موبايل واحد، هو باكج موبايلات كده، ومش باقول لك ما تشتروش في المطلق، أنت ما تشتروش في حالات معيّنة. والأجهزة دي هي ال11 Pro، ال11 Pro Max، ال12 Pro، ال12 Pro Max. الأجهزة دي لو أنت بتفكّر تشتريهم، أولًا ال11 Pro وال11 Pro Max واقف عنهم التحديثات، وده شيء زي ما قُلت لك بالنسبة لي أنا يخلّيني ما اشتريش الجهاز. ولكن لو أنا مش عايز أجيب أندرويد ومصمم أشتري جهاز منهم، فأول حاجة تاخد بالك منها إن الأجهزة دي معظمها أو معظم اللي موجود في السوق بيكون متجمّع، يا إمّا مغيّر حاجة، يا إمّا فيه
مشاكل. فحاول على قد ما تقدر تجيب جهاز منهم يكون بطاريته قليلة، ما تجيبش بطارية عالية، لأن وش لو بطاريته عالية هتلاقيه مغيّر حاجة أو مفتوح. أمّا بقى لو بتفكّر في ال12 برو أو ال12 برو ماكس، فالحاجة اللي هتاخد بالك منها برضه نفس الفكرة، إن الأجهزة دي بتكون متجمّعة وموجودة في السوق متجمّعة كتير جدًا ومغيّرة حاجات، فحاول يعني تتأنّى وأنت بتشتري الجهاز وتاخد حد فاهم وتكشف على الجهاز في أكتر من مكان، ولو طلبت إنك تكشف عليه في التوكيل فاكشف عليه أفضل، ولإن بصراحة أنت حرام هتحط فلوسك في موبايل وفي الآخر ممكن يبقى متجمّع أو فيه مشكلة. وأنا بارجّح عمومًا في ال4 أجهزة دول الجهاز الوحيد اللي ممكن تشتريه وتستمتع بيه شوية هو ال12 برو ماكس، لإن إلى حدٍ ما هو جهاز متكامل ناقصه بس ال120 هرتز وهيكون موبايل جبار، ولكن ال12 برو بطاريته سريعة جدًا، وزي ما قُلت لكم قصة ال11 برو وال11 برو ماكس، فال4 أجهزة دول أنا باخدهم package مع بعض كده، ولازم أقول لك إزاي تنقي الأجهزة صح عشان ما تندمش في الآخر. طبعًا لو عايز تعرف إزاي تفحص الجهاز وتتأكد إن الجهاز ما فيهوش مشاكل، هاسيب لك فيديو في الأي اللي فوق كنت عامل فيديو قبل كده باتكلم فيه عن كل الكلام ده. وفي جهازين بقى لازم أقول لك عليهم وهو ال12 mini وال13 mini، الجهازين دول ما تفكرش فيهم خالص لأن الجهازين حجمهم صغير أوي، بطاريتهم صغيرة جدًا، الجهاز ما بيكملش معاك نُص اليوم حتى، الجهاز بطاريتهم سيئة أوي، فابعد عن الجهازين دول، وأنت أصلًا مش هتلاقيهم في السوق إلا قليل جدًا، فالأفضل إنك تتلاشاهم حتى لو لقيتهم قدامك. بصراحة بالنسبة لل13 أو ال13 برو أو ال13 برو ماكس ال3 أجهزة دول بالنسبة لي اختيار موفق جدًا لفئة كبيرة جدًا من الناس، وحتى الآن ناس كتير جدًا بتسألني عليهم، فأنا ال3 أجهزة دول مش هاجيب سيرتهم في الفيديو بحاجة وحشة حتى لو فيهم بعض العيوب البسيطة، ولكن ال3 أجهزة دول حتى الآن بيقدموا تجربة مميزة وتجربة حلوة جدًا. ولكن الجهاز اللي أنا حتى الآن مش عارف أحطه في حتة تشتريه والّا ما تشتريهوش، ابعد عنه والّا هاته، هو الأيفون 14 العادي. الأيفون 14 العادي هو نفس الأيفون 13 العادي، ما فيش أي اختلاف يعني، حتى لو في اختلافات هتبقى طفيفة جدًا، ولكن أنت لو مسكت الجهازين بكل حاجة، حتى المعالج، حتى كل حاجة في الجهاز هم واحد. فالأيفون 14 ما هو إلا أيفون 13 ولكن بسعر أغلى شوية. في تطورات حاجات بسيطة جدًا، ولكن مستحيل أي مستخدم عادي يحس بيها، فاعمل skip للأيفون 14 العادي ووفّر فلوسك وهات ال13 العادي أفضل، يا إما علّي شوية وهات لك 13 برو أو 13 برو ماكس. وبالنسبة طبعًا للأيفون 14 بلس والأيفون 15 بلس، في ناس بتحب الأجهزة دي عشان حجمها الكبير، ولكن لو أنت هتشتري الجهازين دول عشان إمكانياتهم، فما فيش أي اختلاف تمامًا ما بينهم وما بين الأيفون 15 العادي أو الأيفون 14 العادي، الاتنين واحد، فرق حجم وبطارية بس، كل حاجة واحدة، وكمان سعرهم غالي شوية، ممكن بسعر العادي تجيب حاجة برو ماكس، يعني مثلًا بسعر ال15 العادي ممكن تجيب 14 برو أو 14 برو ماكس، هيقدم لك تجربة أفضل بكتير طبعًا من ال15 العادي، أقصد من ال15 بلس، لأن ال15 العادي ده من أحلى وأجمد الأجهزة اللي آبل أصلًا نزّلتها، والجهاز ده أنا بارشحه وبقوة لناس كتير جدًا، لأنه هو جهاز جوكر بصراحة. فالأيفون 15 العادي من الأجهزة الجامدة اللي ممكن تشتريها. بالنسبة لسلسلة ال16، فال16 العادي بيتهيأ لي هو يمكن الجهاز الوحيد اللي أنا ممكن أقول لك ما تفكّرش فيه أو كبّر دماغك منّه، لإن أنت لا تعلّي حاجات بسيطة وهتجيب ال17 العادي اللي بييجي 120 هرتز وأفضل من ال16 العادي بفرق كبير جدًا في كل حاجة. فبصراحة الأيفون 16 العادي سعره غالي شوية مقارنةً إن أنت ممكن تزوّد شوية وتجيب ال17 العادي. وزي ما أنا باقول لك ال17 العادي من أحلى وأجمل الأجهزة اللي آبل أنتجتها، وزي ما هاقول لك إن الأيفون 17 برو والأيفون 17 برو ماكس والأيفون Air ال3 أجهزة دول اوعى تفكّر فيهم، مش عشان حاجة، مش عشان الأجهزة دي وِحشة، ولكن الأيفون Air كده هو جهاز وِحِش، جهاز تعبان ومقارنةً بسعره، سعره غالي جدًا، فأنا ما ارشّحوش أصلًا لأي حد. ولكن مثلًا ال17 برو وال17 برو ماكس ليه باقول لك ما تشتريهمش؟ لإن الأجهزة دي سعرها مُبالغ فيه جدًا، وباتكلم هنا عن سعره في مصر. لو أنت من برّه مصر فليك الحرية طبعًا إنك تختار ما بين الflagship ده أو أي flagship تاني من أي شركة، ولكن لو أنت في مصر اوعى تفكّر في الأيفون 17 برو أو الأيفون 17 برو ماكس وتسيب حاجة زي الS26 Ultra اللي بييجي بضمان محلي وضمان سنتين والكلام ده كله، وسعره حاجة و70.000 جنيه أو قُل 80.000 جنيه، يعني أرخص من ال17 برو ماكس بحوالي 30.000 جنيه. ففرق 30.000 جنيه وأصلًا ال26 Ultra فيه إمكانيات قوية جدًا وكاميرات ممتازة. يعني أنا بصراحة ما ارشحش أي حد يجيب ال17 برو ولا ال17 برو ماكس إلا لو أنت خلاص أنت حياتك كلها Apple ecosystem، مش هتستخدم موبايل أندرويد، أنت عايز موبايل أيفون وأعلى حاجة في الأيفون، فساعتها روح هاتهم. غير كده
أنا ما ارشحهمش أبدًا، وروح هات الS26 Ultra أو حتى الOppo Find X9 Pro. أي جهاز من أي شركة منافسة هيكون بالنسبة لي صفقة أفضل، لإن سعرهم هيكون كويس مقارنةً بالحاجة اللي بيقدمها لك. وبكده نكون وصلنا يعتبر لنهاية الفيديو، ولكن حابب أقول على حاجة معينة لإن هاشوفها تحت في الكومنتات كتير جدًا. ناس هتقول لي أنت كده قُلت كل الأيفونات، أنا ما قُلتش كل الأيفونات. ناس هتقول لي أنت ما سِبتش أيفون إلا لمّا عِبت فيه، أنا ما اتكلمتش أصلًا عن كل الأيفونات. عندك سلسلة ال16 زي ال16 Pro، 16 Pro Max، أجهزة ممتازة، أجهزة خرافية. ال15 Pro، ال15 Pro Max أجهزة ممتازة جدًا. ففي أجهزة كتير أوي أنا ما اتكلمتش عنها، كل اللي ما اتكلمتش عنه دي أجهزة حلوة جدًا إنك تشتريها، وما فيش أي مشكلة إنك تروح تشتريها، مش هتبقى بتضيّع فلوسك. ولكن الأجهزة التانية دي أنا من وجهة نظري دي أجهزة بتضيّع فيها فلوسك حتى لو سعر الجهاز رخيص. يعني مثلًا لو بتتكلم في أي حاجة تحت الXS أو الXS Max، حتى لو أنت تدفع في الجهاز 7، 8000 جنيه، فال7، 8000 جنيه حرام تحطهم في موبايل خلاص وقف عنده التحديثات، وموبايل قديم بقى له أكتر من 8، 9 سنين. ف يعني دي وجهة نظري، ولو أنت اختلفت معايا فما فيش أي مشكلة، ولو أنا اختلفت معاك ما فيش أي مشكلة. ولكن لا داعي إن إحنا ننزل أنت مش عارف إيه، أنت والهجوم اللي بنشوفه ده. وبس كده، وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولسه ما اشتركتش انزل اعمل سبسكرايب دلوقتي على القناة، اشترك في القناة عشان نوصل ل 250,000 مشترك في أقرب وقت، وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة. ما تنسوش تعملوا الفيديوهات اللي فاتت، وانتظروا الفيديو الجاي، واشوفكم على خير.